السلام عليكم. اليوم ورا ما كملت الصبة مالت السطح فد ساعتين ونص او 3 ساعات طلعت عندنا هذه التشققات اللي موجودة بالصب، وهذه المسألة طبيعية، وخصوصا اذا بالصيف والصب مالتك دسم يصير المونة مالته قوية فراح تطلع عندك هذه التشققات. مرات يكون حجمها صغير حيل التشققات اللي احنا نسميها فطور تصير بالصب، ومرات يكون الحجم مالته كبير. فاحنا ايش راح نسوي؟ هنا هسه راح نخبط لها اسمنت ومي ونخلي فوقها رمل مغربل شويه ونديره بس على المكانات الكبيره، المكانات الصغيره ما راح تاثر. طبعا اكو هواي ناس يشربتون السطح كله، احنا ما يحتاج نشربت السطح كله، راح نخلي بس على المكانات الكبيره بالماسحه نسحبها ويا رمل مغربل على مود راح يتماسك. وهذه الصبه الجديده طبعا مالت اليوم صار 3 ساعات، يعني مو شاده صب وراح يصير عازل بين الصب وبين هذا الشربت اللي جاي نسوي. طبعا هذا افضل تشتغلون بهاي الطريقه، ما تشربتون السطح كله اذا كان ما بيه تشققات كبيره، وشغلتها بسيطه وسهله وما يراد لها كل تعب. اهم شيء يكون ورا الصبه مباشره، يعني فد ساعتين او 3 اذا كانت بالصيف، بس اذا بالشتاء تريد وقت طويل على مود يشد الصب. هسه احنا استخدمنا هنا بس هاي المنطقه عندنا شويه بيها تشققات فاشتغلتها هي. طبعا انا هذا الفيديو سويته على مود اكو ناس تستفاد من عنده ودائما يسالوني، فسويت لهم هذا الفيديو للفائده فقط، واكو ناس تعرف هاي الطريقه ومشتغلتها. فهنا اتمنى منكم تخلون لايك ومتابعه على مود يوصل الفيديو اكثر عدد من الناس. تحياتي.